هذا شاب يمني، القصة هذه قديمة، يعني تقريبا في بداية التسعينات الهجري السبعينات الميلادي، عشان اخواننا في خارج يعرفون التوقيت بالضبط. يقص القصة بنفسه لأحد المشايخ، وأحد المشايخ علمني فيها، صديقه. يقول احنا كنا في اليمن، وكانت الظروف سبحان الله يعني صعبة جدا، وكنت في قرية يقول جوع وفقر. يقول قالت لي الوالدة يا ولدي روح تعيش، والله لو قعدت عندي تموت من الجوع. وعمه كان يجي على السعودية. يقول فرحت مع عمي للسعودية من اليمن. يقول نزلنا المدينة المنورة، عمي شغلني يقول في محطة بنزين، قديم الكلام هذا 50 سنة تقريبا أو أكثر حتى. يقول كانت الأمور يعني بسيطة، وكان الناس يجي يعبون يعطوني قروش، الحساب بالهلل أظن قروش. يقول سبحان الله، وكانوا يعطوني زي البخشيش. فكنت آخر اليوم أجمع حق المحطة، الحساب حق المحطة، وحسابي أخليه على جنب. فإذا جاء على المحطة أقول اسمع هذا لك، وهذا أعطوني إياها الناس لكن ما هو اللي برضه لك. أي قال له، يقول شو سبحان الله، الموفق من وفقه الله. طفل عمره 10 سنوات يهديها الله لمثل هذا القول. اسمع ايش قال لها هذا، قال لا يا ولدي، قال لا يا عم، انا لو قعدت عند امي هناك ما كان احد اعطاني، هذه لك. سبحان الله. يقول شوي شوي اعتمد علي صاحب المحطة اعتماد كلي، كفيته المحطة والعمال والصار الناس الزباين يحبوني ويجوني. يقول يوم سبحان الله زانت الامور، راعي المحطة صرت انا عيونه اللي يشوف بها. حلت البركة في المحطة بعد ما جاء هذا الولد. يقول كنت اصلي الضحى احيانا في المحطة كذا على جنب. يقول شافني واحد من اصدقاء صاحب المحطة، صديق له، يقول سولف معه يوم، قال الولد ذا والله هذا الايمان يوم جاتني البركة معه. ما شاء الله. قال يا اخوي تكفى عطني، انا عندي محل سباكة وكهرباء فتحت. يقول ما عيا يمشي، ازرع يمشي، حاولت فيه ما توفقت. يقول فيه، يقول رفض، لكن ألح عليه. قال طيب نشاور، ها يا ولدي تروح معه؟ قال والله يا عمي انا ما جيت من اليمن الا اترزق الله، عندك ولا عند غيرك ما في مشكله، ان سمعت رحت. قال لا روح معه عسى الله يبارك لكم. يقولوا رحت معه لمحل السباكه والكهرباء، محل صغير قبل 50 سنه تقريبا في المدينه المنوره. يقول والشاب هذا سبحان الله كانه مبارك، يعني رجل يعني مخلص، والاخلاص هو عنوان هذه القصه. يقول بعد كم سنة محل السباكة والكهرباء ده صار 6 محلات. الله يبارك. اي يقولوا سر مني راعي الحلال ذا سرور عجيب. يقولوا انا وصلت يعني حول 20 سنة، حول 20. يقول قال جاني يوم من الايام قال وانا عمك ايش رايك نبغى نبيع محلات السباكة دي ونفتح ذهب، نبيع اشتغل الذهب. قلت انا معك يا عم، أنا تراني عامل، وين ما تحط لي أشتغل، لكن ما أخذ إلا راتبي ومبارك لي الله. قال توكلنا على الله. يقول فتحنا محل ذهب، أو يتكلم نفسه، يقول فتحنا محل ذهب سنيات، واللي محل الذهب صار 12 محل ذهب في المدينة المنورة. يقولوا يوم من الأيام جانا أحد الوجهاء كبار، لو ذكرت اسم العرب الجميع، ضيف على عمي. يقول فأخذ عمي يمدحني عنده، أحد الوجهاء اللي لهم مكانة وكذا، فأخذ يمدحني عمي وكذا. قال تكفى، أنا طالبك يا فلان الجنسية تعطونها الرجال ده، تقدم لي في الجنسية. قال أبشر أنا بأرفع. أيام كان الملك فهد رحمه الله. يقول سبحان الله ما هي إلا وقت يسير ويعطوني الجنسية السعودية منحة من الملك فهد. يقول عمي قال لي شوف يا ولد، والله ما جاتني البركة بعد توفيق الله إلا بعد ما شفتك. هذه محلات الذهب كم؟ 12. تراني من خاطر صافي لك 6 محلات منها، اختار اللي تبغاه، ال6 نقيها وخذها لك حلال من خاطر طيب.
يقول قلت له لا والله يا عم الستة كثير، عطني واحد بس. يا ولد قال أبدا عطني واحد بس. طبعا سعودي دحين. أي يقول واشتغلت ويبارك الله ويبارك الله وتكثر المحلات. أقل من 10 سنوات المحل أصبح 60 محل للذهب. أنا لو ذكرت اسم المحل عرف الكثير يعني، خاصة من القدامى، على مكة وجدة والمدينة ومناطق الحجاز. 60 محل، والأمور ماشية والدنيا سبحان الله فتحت بشكل غريب. وترى طالب علم الرجل هذا اللي يخبرني، يقول والله إذا جلست مع هذا الشيخ، وأنا جلست معه كذلك، إذا جلست مع الشيخ هذا كأنك جالس مع بقية السلف. لو ذكرت اسمه لعرفه الجميع يعني. فيقول ما دريت إلا يجيني اتصال من شخصية عالية جدا ووجيه جدا، قال فلان يبغاك، الشيخ يبغاك. رحت له، يقول طبعا هو يتكلم التاجر هذا، يقول رحت له والله ما أدري وش يبغى مني. يقول رحب بي واستقبلني استقبال طيب الحقيقة، وقال لي الحقيقة احنا شفنا يعني توسع التجارة هذا الملفت، لكن يوم بحثنا وجدنا انك انت امورك طيبة كلها، لكني انا ابغى اشارك. قلت له خير، انا ما اقدر اقول لا، ايش اقول؟ ظنيت انه بيشاركني محلات الذهب. قال لا لا، الذهب الله يبارك لك فيه، ابغى ادخل وياك انا في العقار، من التجار الكبار يعني، رجل وجيه، ابى اعطيك راس مال وانت كذا غلق وبنشتغل في العقار. يقول انا العقار ما قد جاء على بالي، ويوم دخلت في العقار وليذهب في العقار مو في الذهب. وين الذهب؟ وش دخل الذهب؟ الذهب في العقار. يقول سبحان الله. وتقول الدنيا الآن يملك سلسلة فنادق في المنطقة المركزية في مكة وفي المدينة. يقول يوم من المواقف يعني اللي مرت، يقول في إحدى المساهمات حصل طبعا توسعات ومساهمات كذا، كأنه حصل فيها تعثر أو كذا. يقولوا بدأ المساهمين يطلبوا، الناس ما عندها صبر يطلبون حقوقهم. يقولوا ضاقت بي الدنيا ولجأت إلى الله الحرم المكي. يقول دخلت وأخذت أبكي، قلت يا رب والله وعزتك وجلالك ما أخرج حتى تقضي لي حاجتي. أنا تراني أنت تعلم إني ما سرقت ولا غشيت أحد، لا تجعلني يا رب أخرج إلا وقد قضيت حاجتي. يقول وأنا في هذا الجو الابتهال والانكسار لله عز وجل، ويشوفني واحد من الديانة مساهم معنا 30,000، يقول هو يرفع صوته عليه في الحرم ويتكلم عليه، قاعد تدعي تطلب الله هنا وانت ماكل حقنا. يا الله، كلام شديد. يقول وسمعني كلام يقول لا اله الا الله. قلت يا ابني اذكر الله، اقول لا اله الا الله، انا ما كنا حقك. قال لا، حق 30,000 تجيني ما تجي. قلت له اصبر، انت مو لحالك، انت وغيرك. يقول قعدت اهدي افهمه. الشاهد يقول والله ما طلعت من الحرم الا يسرها رب العالمين، الحمد لله، قضيت. انا اللي يخبرني بالسالفه هذه القصه هذه احد المشايخ، يقول هذا الشيخ اللي يخبرني بالقصه، انا يخبرني بالقصه، يقول جاني يوم من الايام واحد من الجماعه، انتم معي في السالفه متصورين القصه؟ اللي يخبرني بالسالفه يقول جاني يوم واحد من الجماعه، قال انا دخلت في مساهمه مع الشيخ فلان واخذت منها اراضي بقيمه 10 مليون، واليوم بطلب القاليه، اباك يعني اباه يجيني، اباك تروح معي تشفع معي. قلت له خير ان شاء الله. يقول طبعا رحنا من مكه للمدينه، كان في المدينه هو. يقول يوم جيناه اقبلنا عليه، رحب فينا واكرمنا. يقول والله انه بنفسه هو يقوم يصب ويشيل ويحط، وهو يعني ملياردير. يقول بعد ما انتهينا اخذنا على جنب، فتكلمت انا قلت طال عمرك هذا فلان تعرفه، اشترى منك ب10 ملايين واليوم يطلب القاليه. فضحك، قال تذكر يا فلان يوم جيتني في الحرم تطلبني في 30,000 ولميت علي على 30,000 تذكر؟ قال يا شيخ أنا ما والله ما أعذرني. قال سامعني؟ قال لا والله سامحتك من ذاك اليوم، بس اصبر علي شوي، هذه تراها 10 ملايين، اصبر شوي.
مو تروح تطالبني زي ذيك المره. قال لا لا لا، برد لك الاراضي وتجلس عندك وانت ما هذا، اعطني حقي. فسبحان الله الان هذا التاجر معروف، لكن شاهد القصه ذكرتها ابو عبد الرحمن قبل شوي، تقول ايش؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وهذه رساله لكل من اخذ الاجره مقابل عمل، سواء كان عامل من اخواننا الوافدين ياتي يترك الاهل والزوجه والولد، ما ياتي الا ليطلب الرزق الحلال. اصبر، ترى المساله يبي لها صبر، ولا تستعجل رزقك. احيانا قد يختبرك الله عز وجل ان يسلط عليك صاحب العمل يكون سيء، قد ياكل شيء من حقك. ادي ما لك واطلب الله ما عليك. ادي ما عليك، عفوا، ادي ما عليك واطلب الله ما لك. اذا ما اعطاك هو يعطيك الله سبحانه وتعالى. جزاك الله. اي نعم. فاسال الله ان يبارك لنا ولكم في كل ما عملنا وكل ما اخذنا. امين امين يا رب. واسال الله يجعلنا لكم مبارك. امين. هذا هو. جزاك الله خير يا ابو خالد. هذا هو ما شاء الله. انت من وصفك ومن كلامك طبعا كتبت انا اسمه ونعم الشيخ وبيض الله وجهه واياديه بيضة، وراعي دين وراعي فضل وراعي امانه ما يحتاج. ابو سعد عنده مشاوير، محمد بن سعد الشهراني، تفضل طال عمرك. مرحبا بك، الله يحييك يا ابو عبد الرحمن وبالاخوه الحاضرين والمشاهدين. الحقيقه حلقه مميزه